اهلا وسهلا الوريضات ديالي، كي دايرين؟ شخباركم؟ عواشركم مبروكات، دخل عليكم بالصحه والسلامه وهنا الوقت اهم حاجه. فين اختي وصلتي مع شي حداقه وشي تخمال؟ المهم البنات، اختكم ها فين غابره هاد اليومين هادي. كانت عندي الحفله ديال نهايه السنه ديال فادي. ايوا اختي راكي عارفاني ضروري خاصني نمشي. المهم البنات، غادي ندوز هاد الساعتين د المكانه في الحفله. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا راه موجدين لاسين فين غادي يدوزوا الوليدات فرحانين. كانوا دايرين واحد البوفيه هنايا، دايرين فيه اتاي، دايرين فيه القهوه، دايرين هكا صابلي بالنسبه للناس اللي غادي يجيو الوليدات بحال هذا الشكل هذا. صافي المهم غندوز واحد ساعتين المكانه بما تسالي الحفله، وغادي نشد الطريقه البنات، غادي نمشي للقنيطره. بالنسبه للقنيطره غادي نمشي نطلل على جداتي باش نبارك ليها العواشر، وفي نفس الوقت نمشي ناخذ العاده اللي دائما كل عام عندنا في العائله، اننا كنمشيو كناخذوا العطريه اللي كتكون وجدتها لنا جداتي الله يطول في عمرها على يديها. تنقى على يديها، كتغسل، كتشمش، وعاد كتهبط عند العطار باش كتطحن. المهم اختي جيت لقيتها هنا موجده ليا هنا الكامل البلدي، دايره ليا المروزيه كيف ما غادي تشوفوا. ها المروزيه ما يمكنش انا شي عام يدوز وما ناخذش العطريه من عند جداتي اللي كتوجدها ليا. شوفوا البنات المروزيه على حقها وطريقه منقيه غساله. انتم كما كتشوفوا المروزيه فيها بزيبيسه، قعقله، الكوزه الصحراويه، المسكه الحره، الزعفران، الخرقوم البلدي، سكينجبير، الابزار الابيض، القرفه عواد، الباديان، الورد البلدي، شويه القرنفل النافع وحبه حلاوه. المهم البنات راه فيها بزاف، يعني راه بزاف. شوفوا راه ما نقول لكمش ريحتها كيفاش. هاد التحميره ديال وجده، هاد الفلفله او التحميره الحلوه اللي كتكون ديك الفلفله الا كتعرفوها البنات صغيره وكتكون مكركبه كتكون حلوه، حتى هي كتكون طبيعيه زوينه. خديتها حتى هي وصافي، ولقيناها موجده لينا هنا جوج ديال الطويجنات كيف ما كتشوفوا نتوما ما ديال الخير. كتعرفني كنموت على شي حاجه سميتها الملوخيه والقيم، ولكن القيم دابا باقي ما واجدش بزاف. دارت لي الملوخيه بالتفاح الخضر هذاك اللي تيكون حامض، وشويه ديال الخيار. هاد الطاجين درنا فيه الخيار، والاخر بلا خيار، يعني الملوخيه والتفاح الخضر كيف ما كتشوفوا. كتجي يا سلام البنات، واحد الطاجين من شهيتكم فيه، غزال عرفتي عرفتني كنموت عليه. ودارتو ليا الله يخليها ليا ويطول ليا ليها في العمر يا ربي. وصافي البنات هنايا تجمعنا مع بعضياتنا، جلسنا هنايا درنا هكا الطويجنات. وبالنسبه راكم عارفين الدراري ما كيبغيوش هاد الطويجنات، درنا ليهم غير هكا واحد الدجيجه هكا في الفران بلا موطارد، درنا في الفران وشويه ديال الفريت. ايوا صافي البنات، وشليطات بحال هكذا، شويه ديال الرجله. وبصحتكم وراحتكم، واللي كتوحم تسمح لينا. وهنا غادي نشارك معكم العطريه ديالي وطريقه الاحتفاظ بها. المهم هنايا عندي البنات ورق سيدنا موسى، غادي نبارطاجي معكم بعدا شنو وشدات ليا. ورق سيدنا موسى، تحميره، الكمون البلدي والابزار، القرفه، الخرقوم بلدي، الكمون، السودانيه، التحميره اللي سبق وشاركت معكم ديال وجده، سكينجبير، المروزيه. هنا الورد البلدي البنات كنبغي هكا الوصفات او للتزيين. القرفه بلديه عواد، الزعفران. واول حاجه غادي نديرها، غادي نحيد لي قامه اللي كانت عندي، غادي نغسل القريعات نعقمهم، ومن بعد نعمرهم بالعطريه جديده.
غادي نكمل بهذه الطريقه هذه. غادي نجبد العطريه كامله اللي عندي. المهم هاد العطريه هذه راه ما غاديش نرميها لانها باقا حتى هي باقا مزيانه. غادي نخليها في دي بواط بوحديتهم اللي غادي نتناولهم يعني في هذه السيمانه هذه قبل العيد. ولكن العطريه ديال العيد فهذه انا كنبغيها ضروري نهار العيد تكون عندي العطريه يعني جديده ديال العام كنقولوا ديال العيد، خاصه بنهار العيد. المهم البنات خليكم معايا، وكنتمنى الا وصلتي حتى لهنا ما تنسينيش اختي خلي لي واحد لايك وتعليق، والا كنتي اول مره تزوري القناه اشتركي معنا وفعلي زر الجرس باش توصلي بكل ما هو جديد. صافي من بعد ما مسحت المجير ديال العطريه ديالي فين غادي ندير القريعات هنايا فين كنستفهم، هنا غادي ندوز نحيد القريعات من بعد ما تغسلوا كيف ما كتشوفوا كيخرجوا ناشفين كيشعلوا. باقي البنات غادي نبارطاجي معكم لا روتين ديال الاله ديال غسل الاواني، الطريقه ديالها كيفاش تغسلوها ديروا ليها لو غران ميناج من الداخل، شنو لي برودوي اللي تستعملوا. المهم البنات هنايا انا وجدت القريعات ديالي فين غادي ندير العطريه غادي نعمرهم. المهم ها نتوما معايا. واحد الحاجه اخرى انا كنحتفظ بالعطريه ديالي اللي كتشيط في الكونجيلاتور، راه كتبقى لكم واحد المده اللي هي طويله ما كيوقع فيها حتى شي حاجه، ما كيتبدل الطعم ديالها ما كيتبدل اللون ديالها، كتبقى كيف ما هي بحال تقولي بحال لا عاد طحنتيها. المهم البنات غادي نكمل هنا القريعات ديالي كاملين وعاد غادي ندير انا هذاك المنستمات كل حاجه غادي نديرها في القريعه غادي ننظمها. المهم هانتوما معايا وفرجه ممتعه. كنتمنى البنات ما تنساونيش وشجعوني واحد اللايك وتعليق. يلا البنات فرجه ممتعه. القرفه ضروري ما تجيبوا واحد الطورشون اللي يكون نقي وتمسحوا هاد القرفه ديالكم مزيان لان كتكون عامره بالغبره البنات. نمسحوها وحده بوحده وديك الساعه ممكن من بعد ملي كتبغيو تستعملوها راكم كتغسلوها، ولكن ضروري في هاد الوقيته ديال الاحتفاظ بها اللي باقي ما غتستعملوهاش باش تبقى لكم مده مزيانه وما تسوس ما حتى شي حاجه. مسحوها مزيان. وهذه هي احسن واحلى مرحله كتوصل ليها المراه منين كترتب المطبخ ديالها. شوفوا لي الترتيب كل حاجه في بلاصتها، حتى ملي كتبغي تستعملي شي حاجه من العطريه ديالك مجرد ما كتحلي المجر ديالك كل شيء باين وواضح وشاد بلاصتو. وصلنا لنهايه لا فيديو. كنتمنى فيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالك. الى عجبك ما تنسينيش شجعيني بواحد لايك كومونتير. كنتمنى الا كنتي اول مره تزوري القناه ولا كنتي اول مره تزور القناه اشتركوا معنا وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. شكرا لكم بزاف بزاف على حسن المتابعه، ونتلاقاو فيديو جديد على قناتي وقناتكم ميمي شانيل LM.